السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده انا جايبه لكم عروسه. معانا عروسه اموره قوي ما شاء الله عليها. النهارده هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها علاج الشعر. هنعالج لها شعرها. طبعا شعرها مهلك جدا جدا وكان مقصف من كتر المعالجات اللي هي عملته. مش معالجات يعني خلينا نقول فرد اهلكته، اتقصف منها جامد جامد جدا. النهارده هنعالج لها شعرها. تابعوني لاخر الفيديو حبيباتي. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا معانا شعر افرو افريقي ماشي، بس فتلاقي ناعمه يعني هو هايش تمام، بس فتلايته يعني ما شاء الله عليها ناعمه. النهارده هنشتغل بايه؟ زي ما شفتوا في التتر هنشتغل بليزو كريمي اللي هو ماكسيمو. ده ترطيب نانو كافيار. نانو كافيار زي ما انتم شايفين، نانو كافيار هيعجبكم قوي قوي قوي. انا هوريكم طريقه التوزيع الصح. بصوا ما شاء الله اللي انا موزعاه تحت، شوفي اللمعه عامله ازاي. اللمعه دي عباره عن ايه؟ عن ترطيب. هو بيرطب الشعرايه مسافه ما اتحط عليها. شفتوا انتوا الشعر كان عامل ازاي؟ كان هايش ومجعد. بصوا نام، تحس ان الترطيب بتاعه هدى كل حاجه تمام. انا هنا بوزع، اوعي تيجي ناحيه الفرو. انا بوزع بعيد عن فروه الراس تمام. غرقي الشعرايه، شبعيها مش بكتر الحاجه. انت شبعي ودلكي على حسب ايديكي ما تلاقي ان الشعرايه ملمسها شبعت معاكي تمام. مش بكتر الماده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هو موفر جدا. ودي عروستنا النهارده ما شاء الله عليها تمام. زي ما انتم شايفين التدليك، دلكي. طبعا انا قايله لها قبليها باسبوع ان هي تغسل، لازم تغسل بكلارافاين، لازم تغسلي. دي اهم حاجه عندي. شعرك في زيوت النتيجه مش هترضيكي، لازم تبقي غاسله علشان شعرك يديكي النتيجه اللي انت حباها. ولسه للي هم مبتدئين يا جماعه نسرح الشعرايه على بعض، مالكيش دعوه بفروه الراس. طبعا انا معلش ما صورتلكوش الكبس، انا مش لاقي حد يصور، بس انا وريتكم هنا بعد ما غسلت لها. اللهم بارك لمعه وفرد غير طبيعي. بسم الله ما شاء الله عليها. هي اصلا كانت بتعالجه. بصوا الشعرايه طالعه عامله ازاي، مسطره. بسم الله ما شاء الله وطبيعيه تمام. اهو زي ما انتم شايفين يعني هناك فرق رهيب طبعا، فرق بين السماء والارض. ماكسيمو منتج علاجي 100%. الشعرايه طبيعيه، مش واقفه، مش مشدده، مفروده بس طبيعيه. هتعجبكوا قوي. يلا الحقوا اشتروه قبل الاسعار ما تزيد، وتتهنى بيه عروستنا يا رب، تتهنى بيه يا رب.